عليك؟ رمضان كان معايا في المنتخب الاولمبي. نعم؟ رمضان كان معايا في المنتخب الاولمبي. كان في بعض الكلام يعني ان هنيجي للقطه المنتخب الاولمبي دي. طيب في ناس بتقول ان الفترات اللي فاتت كان النادي الاهلي بيخطط لخطف محمود عبد المنعم كهربا مره اخرى زي ما خد مؤمن زكريا. رايك ايه في هذا الكلام؟ حد يعني كلام مش صح، لان انا عمري اصلا ما امشي من نادي الزمالك غير بموافقه يعني نادي الزمالك وموافقه الجمهور كمان. يعني نادي الزمالك اي حاجه مثلا، يعني نفسي يعني اي لعيب في مصر نفسه يرجع اوروبا، نفسه يحترف في اوروبا. يعني هي الحاجه الوحيده اللي هتعملها ان انت تحترف بره مصر. بس ان شاء الله عن طريق نادي الزمالك. يعني اي حاجه تيجي عن نادي الزمالك، يعني انا فاضل لي 3 سنين لسه في نادي الزمالك. ما حدش، انتوا كلكم كلنا اصحاب وانا عارف الكلام ده يعني. وانا بلعب في الاهلي مثلا الاقي فلان يجي يقول لي بقول لك ايه مش هتيجي الزمالك؟ ما حدش قال لك كده حتى لو بهزار من لعيبه الاهلي، ولا اتقال لك كتير؟ لا بهزار. لا عادي والله، لا مفيش الكلام ده. ما حصلش. ما بتهزروش انتوا مع بعض؟ لا بنهزر والله. مع ان انتوا بالظبط لسه كنت هقول لك كابتن والله معسكرات والله على طول قاعدين جنب بعض ونخرج يعني حاجات كتير جدا. انا عايزك تقول للناس الكلام ده. ما هو الناس والله يا كابتن الناس كلها عارفين، بس هي المشكله كلها بتبقى جوه الملعب، بس في عصبيه، في يعني زي ما بقول حاجه، في تنشنه بس. طيب لسه ملف الاحتراف في دماغك؟ يعني انت هل تفتكر ان انت خلال الفتره اللي جايه مركز مع الزمالك طبعا أكيد، ولكن في حاجه تانية في دماغك ان انت تحترف مثلا؟ عايز ترجع سويسرا، عايز تروح بلجيكا، عايز تروح انجلترا؟ والله يا كابتن بص، هو نادي الزمالك طبعا اسم كبير جدا في العالم، مش في مصر وافريقيا بس. انا نفسي ان انا يعني اعمل حاجه مع نادي الزمالك ان شاء الله، وافرح جمهوره باذن الله، وبعد كده افكر ان شاء الله في ان انا احترف تاني ان شاء الله. طيب تجربتك